السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه هنضمها لوصفاتنا السهله السريعه اللي ما بتوقفناش في المطبخ كتير. تعالوا ندخل في الوصفه على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب ووك وهحط فيه نص معلقه كبيره من الزبده ومعلقه زيت، وهحط شرايح اللحمه. معايا شرايح لحمه انتركوت متقطعه طولي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنزلها قطعه قطعه علشان ما تنزلش السوائل. وهحط عليها نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، يعني هنزل قطعة واستنى شوية وانزل التانية لغاية ما اكمل كل القطع. وبعدين لما تاخد لون هقلبها على الجنب التاني. هحط كمان من 3 ل4 فصوص توم سليمة، هشقها بس كده من النص وهحطها. ولما اللحمة اخدت اللون ده والتوم كمان اخد لون معاها شوية، هنزل بقى بالمية اللي تكفي لسوى اللحمة. بعد ما استوت اللحمة هطلعها احطها في بولة او احطها في صينية، وفي نفس الوك هنزل ببصلة متقطعة مكعبات صغيرة، وهنزل عليها كمان بقطعة زبدة. هشوح البصلة هتاخد لون مطرح صوص اللحمة اللي متبقي معايا في الوك، وهحط عليها فلفل اسود وملح. ودلوقتي بقى هنزل بمجش من الشوربة. هسيب البصلة بقى تغلي في الشوربة شوية وهغطيها. هجيب بقى كوباية وهحط فيها كوباية لبن ومعلقة قشطة كبيرة، وهدوبهم كويس جدا، وهنزل بيهم على البصلة اللي بالشوربة. هسيبها بقى تغلي شوية لغاية الصوص ما يتقل معايا شوية. ساعتها بقى هنزل باللحمة، وبعد ما نزلت باللحمة هغطيها وهسيبها تغلي كده حوالي 4 ل5 دقايق لغاية ما بقت بالشكل ده. وقبل ما انزلها هحط عليها عصرة ليمونة، ونزلتها جرنشتها بفصوص برتقان وكمان شوية شبت، او تقدري تزينيها بعروق كرات متقطعة بس متقطع صغير، بتطعمها وتخلي طعمها حلو جدا. تعالوا بقى نغرفها مع بعض ونشوفها. هنحط بقى قطعة اللحمة كده، شريحة اللحمة ومعاها شوية من الصوص. تقدري تعملي معاها مكرونة أو رز أبيض. بكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب لو أول مرة تشوفوا قناتي لسفرة ايدي.